قرية الشوامي الواقعة في قلب محافظة الدقهلية في مصر كانت دائما مكانا للسلام والهدوء. كان الناس يعيشون حياتهم اليومية ببساطة بعيدا عن أي مشاكل أو اضطرابات. يلعب الأطفال بحرية في الشوارع الترابية وضحكاتهم تملأ المكان. يتبادل الجيران أطراف الحديث على أكواب الشاي ويحكون عن يومهم وأحلامهم. تسير الحياة بهدوء بعيدا عن فوضى العالم الخارجي. كل شيء كان طبيعيا حتى حدث شيء غير كل شيء. ولكن في أكتوبر 2023 غطت سحابة سوداء الشوامي وألقت بظلالها الطويلة على سكانها. أصبح الجو مليئا بالتوتر والخوف. تسلل الخوف إلى الهواء الذي يتنفسونه، وأصبح كل فرد في القرية قلقا. السبب؟ يوسف ولد في 12 من عمره في الصف السادس الابتدائي، اختفى دون أي أثر. كان أهله يبحثون عنه في كل مكان، ولكن لا يوجد أي خبر عنه. كان يوسف محبوبا جدا في الشوامي. كانت ضحكته الجميلة تسمع في الأزقة الضيقة. طيبته لمست كل من قابله. في عصر يوم 8 أكتوبر 2023 المشؤوم، كان يوسف عائدا إلى منزله من درس خصوصي. لم يصل إلى منزله أبدا. مع غروب الشمس ونورها البرتقالي يغطي القرية، بدأت عائلة يوسف تقلق. كان دائما يعود إلى المنزل قبل المغرب. أين سوارتين؟ حل الليل ودخل الفزع قلوب الناس. مكالمات قلقة كثيرة. تجمع الجيران وعلامات القلق بادية على وجوههم. بحثت فرق البحث في القرية والأراضي المحيطة بها، ومصابيحهم تقطع ظلام الليل. تضاءل الأمل مع مرور كل ساعة. تحولت همسات الناس عن الطفل المفقود إلى صراخ يائس. أين يوسف؟ ماذا حدث له؟ سؤال مخيف معلق في الهواء. لم ينطقه أحد، لكن الجميع شعر به. هل حدث شيء فظيع ليوسف؟ مر يومان صعبان، وبعد ذلك وصل الخبر الذي هز الشوامي كضربة مطرقة. اكتشف الصياد في بحر ياسري غير بعيد عن القرية شيئا مروعا. جثة صغيرة تطفو وسط النباتات. كان يوسف، لكن منظر الطفل الصغير كان أفظع مما يمكن لأي أحد أن يتخيله. وجهه البريء متجمد بتعبيرات الرعب. حبل سميك مربوط بإحكام حول خصره الصغير. مربوط في طرف الحبل طوبة أسمنت ثقيلة تسحبه إلى أسفل في المياه المظلمة. صدم خبر مقتل يوسف الشوامي وكل المناطق المحيطة بها. اختلط الحزن بالغضب وعدم التصديق. كيف يمكن لجريمة بشعة كهذه أن تحدث في قريتهم الهادئة؟ من يمكن أن يفعل شيئا وحشيا كهذا لطفل بريء؟ بدأت الشرطة تحقيقا كبيرا مصمما على تقديم الجنات للعدالة. تم التحقق من كل دليل وتفحص كل أثر بدقة. قدم أهل القرية متحدين في حزنهم وغضبهم كل مساعدة ممكنة. كانوا يريدون إجابات. طالبوا بالعدالة ليوسف الصغير. مرت الشهور كأنها انتظار مرير، وظلت ذكرى مقتل يوسف مخيما على الشوامي. ثم في تحول مفاجئ حل فريق خاص من وزارة الداخلية القضية. كشف التحقيق عن مؤامرة صادمة ومؤلمة. 3 أشخاص كانوا يعيشون بين أهل القرية هم من خطفوا وقتلوا يوسف. أحدهم علاء محام في 30 من عمره، كان ابن عم يوسف. كشف التحقيق عن خطة باردة مدفوعة بالجشع واليأس. كانت الخطة معقدة وتتطلب تنسيقا دقيقا بين عدة أشخاص. علاء الذي كان غارقا في الديون وضع خطة لاختطاف يوسف والحصول على فدية من عائلته. كان علاء يواجه ضغوطا مالية هائلة، وكان يرى في هذا الاختطاف فرصة للخروج من أزمته. طلب المساعدة من السيد النمار، رجل في 50 من عمره، عاطل عن العمل،
يسكن في نفس المنطقة. كان السيد أن ما معروفا بقدرته على تنفيذ المهام الصعبة دون ترك أي أثر. ورنا مم زوجة السيد عريفيا في 36 من عمرها تعمل في محل دواجن. كانت رنا تعمل بجد لتوفير لقمة العيش لعائلتها، لكنها كانت تعاني من ضغوط الحياة اليومية. كانت رنا تعرف تحركات يوسف وقدمت معلومات مهمة لعلاء. كانت تراقب يوسف بدقة وتجمع كل التفاصيل التي يمكن أن تساعد في تنفيذ الخطة. في ذلك اليوم المشؤوم تظاهر علاء بأنه يحتاج إلى مساعدة لحمل صندوق ثقيل. كان الصندوق مجرد حيلة لجذب انتباه يوسف وإبعاده عن مساره المعتاد. وخدع يوسف وأخرجه عن طريقه المعتاد. لم يكن يوسف يشك في أي شيء، وكان يعتقد أنه يساعد شخصا محتاجا. انكشفت شبكة الأكاذيب الثلاثة بسرعة عندما ألقت الشرطة القبض على المتهمين الرئيسيين. كانت الشرطة تعمل ليل نهار للوصول إلى الحقيقة، وهذا كان واضحا في سرعة القبض عليهم. بعد مواجهتهم بالأدلة القاطعة، اعترف السيد ورنا بدورهما في الجريمة، وروي بالتفصيل عن أفعالهما البشعة وكيف خططوا لكل شيء من البداية إلى النهاية. واتهموا علاء بأنه العقل المدبر. كان علاء دائما يخطط ويوجههم، وكان لديه القدرة على إقناعهم بتنفيذ خطه الشريرة. صدمت مصر بأكملها عندما عرفت تفاصيل محنة يوسف. لم يكن الناس يصدقون أن هناك من يمكن أن يفعل ذلك بطفل بريء. انغرست صورة الطفل الصغير متخدرا مربوطا ومتروكا في الأسر لأيام قبل أن يقتل بوحشية في ذاكرة الناس. كانت هذه الصورة رمزا للظلم والقسوة التي يمكن أن يتعرض لها أي طفل. كانت المحاكم سريعة والأدلة دامغة. لم يكن لدى القاضي أي شك في إدانة المتهمين. حكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة بالخطف والتعذيب والقتل. كان الحكم عادلا وقاسيا في نفس الوقت. نالوا أقصى عقوبة ينص عليها القانون، وكان مصيرهم عزاء بسيطا لخسارة عائلة يوسف والمجتمع الذي تأثر بسبب جريمتهم الوحشية. وقف المجتمع بأكمله إلى جانب عائلة يوسف، وكان هذا دليلا على قوة الترابط والتضامن في مواجهة الظلم.